إيه حكاية القاد في اليمن؟ وليه اليمنيين مدمنين عليه لدرجة إن هما ممكن يقطعوا مسافات كبيرة عشان يوصلوا لأفضل أنواع القاد؟ تعال نشوف إزاي القاد بيلعب دور كبير جدا في حياتهم، من السياسة للاقتصاد للعلاقات الاجتماعية، وأصبح القاد جزء لا يتجزأ من الثقافة اليمنية. السلام عليكم. لو بتشوفني أول مرة فأنا مصطفى بقدم محتوى عن القصص. لو مهتم بالمحتوى ده ينزل تشترك في القناة وفعل زر الجرس. بما إن احنا نزلنا فيديوهات عن الجريمة والقتل وكده، فقولوا نفصل بفيديو وفي نفس الوقت كده منخرجش عن النص وبس كده. أولا كده، هو إيه نبات القاد ده أصلا؟ نبات القات هو نبات عشبي بيتم زراعته في المناطق الجبلية والمناطق الساحلية برضه، وموطنه الأصلي شرق أفريقيا واليمن. ولكن القات ده بيحتوي على مادة الكاسينون اللي تعتبر مادة مخدرة وتعتبر منبه قوي للجهاز العصبي المركزي. الناس في اليمن بيستخدموه كمنشط ومزيل للإرهاق، لكنه بيأثر على الحالة المزاجية والنفسية وبيسبب الإدمان. والقات يعتبر جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في اليمن، وتحول من عادة اجتماعية وثقافية إلى إدمان حقيقي، وبيتم زراعته في اليمن ودول شرق أفريقيا. القات محظور في جميع الدول العربية، وبيتم معاملة اللي بيتاجر فيه كأنه بيتاجر في المخدرات عشان تأثيره قريب جدا للمخدرات. تعال بقى نشوف تاريخيا شكل القات 30% من الإنتاج القومي الداخلي في الثمانينات، ولاحقا استقر عندما يقارب من 10 إلى 11% من الناتج المحلي. تخيل إن في اليمن من 32 إلى 60% من الأراضي الزراعية اليمنية بيتم زراعة فيها القات. وطريقة استعمال القات هي عبارة إن هما بيقطفوا نبتة القات ويمضغوها، بس مش بيبلعوها، وبيمتصوا العصارة اللي خارجة منها، وطبعا بيمتصوها بقى على مدار من 4 ل 6 ساعات يوميا. القات بيستهلك حوالي من 40 ل 45% من المية في اليمن، في دولة أصلا بتعاني من نقص مية. وطبعا القات هدد محاصيل كتير جدا، وأشهرهم البن اليمني اللي يعتبر من أجود أنواع البن في العالم. تعال نشوف آثار القات اجتماعيا. تخيل إنه ينفق الفرد اليمني الواحد من 17 إلى 50% من دخل الأسرة على القات، على حساب السلع الغذائية والصحة. تعال بقى خد الكارثة. تخيل إن الشعب اليمني بيستغرق تقريبا 14.6 مليون ساعة يوميا في مضغ القات. حرفيا دي كارثة، وده ينعكس سلبا على الإنتاجية. وطبعا في إقبال كتير جدا على القات، فده أدى إلى زراعته على حساب محاصيل أخرى زي البن زي ما قلنا، ومحاصيل تانية كتير والسلع الغذائية بشكل عام، وده أدى إلى نقص السلع الغذائية. تعال بقى نشوف الإحصائيات الحالية بتقول إن من 60% إلى 80% من الرجال اليمنيين بيمضغوا القات بشكل يومي أو بشبه يومي، وحوالي 35 إلى 60% من النساء في اليمن بيمضغوا القات بشكل يومي أو شبه يومي. وبيمضغ القات في جلسات اجتماعية تمتد من الأربع لست ساعات، بيتم بقى مناقشة فيها أمور اجتماعية وسياسية وإلى آخره، وباعتباره وسيط اجتماعي. والقات أيضا رمز للضيافة والكرم في اليمن. ولكن طبعا مش كل اليمنيين بيتعاطوا القات أو بيمضغوا القات، ولكن زي ما قلنا نسبة كبيرة جدا منهم بيمضغوه للأسف وبيتعاطوه بشكل يومي أو شبه يومي. هل القات بيؤدي إلى مشاكل صحية؟ الإجابة أيوة، بيؤدي إلى مشاكل صحية. طب إيه هي المشاكل دي؟ 1. زيادة خطر النوبات القلبية. 2. ارتفاع ضغط الدم، وبيؤدي القات أحيانا للاكتئاب. اليمنيين بيمضغوا القات بحجة إن هم يخرجوا من الواقع والمشاكل السياسية والاجتماعية اللي في الدولة. وتقريبا معظم المشاكل اللي بتمر فيها اليمن حاليا هي بسبب القات. ونتمنى إن احنا نشوف اليمن من الدول المتقدمة والعظيمة. اليمن بلد عظيم وتاريخه بيشهد له، وشعبه لا يليق به إلا الرفعة والكرامة. والقات رغم إنه مصدر دخل لكتير ناس في اليمن، إلا إنه أصبح حمل تقيل جدا على الاقتصاد وعلى صحة الإنسان وعلى مستقبل الأجيال. تخيل لو إن الأرض اللي يزرع فيها القات زرع بها ما يشبع الجائع أو بما يصدر في خدمة الوطن. التغيير يبدأ بخطوة، والبداية الحقيقية لما يبدأ كل شخص يمني في الابتعاد عن القات. أصل إزاي الدولة هتتقدم وتدفع عجلة الاقتصاد وشعبها مش بيتحرك أصلا؟ اليمن تستحق الأفضل، وشعبها
قادر على النهوض. لو وصلت معايا للنهاية ما تنساش تضغط لايك في الفيديو، اشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش لغير اهلنا في فلسطين ربنا ينصرهم. في الفيديو الجاي، سلام.